السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المتابعين والمشاهدين، كل عام وأنتم بخير. أولا في الأيام المباركة الجميلة. النهارده هنتكلم على الانترفيو. قبل كده اتكلمنا كتير وقلنا إيه الأسئلة المتوقعة، إيه أشهر أسئلة، ترد تقول إيه كذا كذا. النهارده نقول بقى العكس، ما تقولش إيه في الانترفيو، إيه الأسئلة اللي ما تقولهاش في الانترفيو، وإيه الحاجات اللي ما تطرحهاش في الانترفيو. أولا كده أول حاجة الراتب، ما تسألش عن الراتب في أول مقابلة. ليه؟ لأن ده هيدي انطباع انك انت بس مش مهتم بموضوع المكافآت والفلوس، وده هيدي انطباع على صاحب العمل او المدير اللي بيقابلك ان الموضوع بالنسبه له موضوع مادي بحت، فده مش صح. طب اعمل ايه؟ انا عايز اعرف الراتب كام؟ استنى لحد ما يجيلك الاوفر ليتر او الجوب اوفر او العرض الوظيفي، سواء فيربالي شفويا او مكتوبا، او لما هو في الاخر يسالك في الاخر خالص طب الوظيفه عندنا كذا ولا المرتب هيبقى كذا او كذا، بس ما تسالش انت في الاول وتبادر بالسؤال. دي اول حاجه. تاني حاجه انك ما تسالش عن مواعيد الانصراف والخروج بدقه شديده، لان ده هيبين انك انت مش مرن ومش ملتزم في المواعيد، وبتسال الاسئله دي عشان ايه؟ تقول ايه انا همشي الساعه كام بالظبط او اجي الساعه كام ده. لو مش مشكله، لو في بالك لو اتاخرت شويه نص ساعه، لو قعدت شويه زياده مش مشكله، مش هنتكلم في الاوفر تايم من اول يوم، يعني من اول انترفيو. تمام؟ تالت حاجه ما تسالش الاسئله اللي تخليك تبان انك انت ما قريتش عن الشركه دي او مش مجهز. احنا قلنا زمان عفوا، لازم تكون مجهز عن الشركه الليست بتاعها، عارف هي بتشتغل في ايه، كام فرع، كذا كذا. ما تسالش الاسئله دي، مثلا ما تقولش انت بتشتغل في ايه بالظبط او انتوا كام فرع. ما المفروض ان انا داخل على النت وجايب البيانات دي كلها عن الشركه، نشاطها ايه وكام فرع والدنيا ماشيه ازاي. تمام؟ الاسئله اللي ممكن تبين فيها انك انت عندك طموح زياده او مش في مكانه حاليا او مستعجل الترقيه. ما تقولش وانا ممكن ابقى مدير خلال قد ايه. It depends about you. الموضوع هيتوقف عليك انت، على مدى مجهودك اللي هتبذله وعلى مدى الناس اللي حواليك وكم فرع والدنيا. موضوع اجابه شاسعه، يعني مش يعني مفتوحه جدا، اجابه مفتوحه جدا، فما تسالش عليها في اول انترفيو. تمام؟ ما تسالش كمان عن الحاجه اللي يكون فيها علاقه بالاشاعات. يعني ما انا سامع بس ان في مشاكل في الشركه بين الادارات او مش عارف لو كلام، لان ده كلام مش مظبوط يخليك انت تقول انه ده سؤال مش احترافي، اللي قدامك يقول ان ده سؤال مش احترافي. كمان ما ينفعش تسال سؤال ايه الشركه كانت قفلت فرع من فروعها بسبب كذا، او انت كان جه لكم غرامات كذا او كذا. ده برضه هيبان لك انت من الناس اللي بتسمع اكتر ما بتشوف وبتقرا او بتشوف الموضوع ماشي ازاي. طيب دي الاسئله ما تسالهاش، دي حاجه ما تسالش فيها. طب ما اقولش ايه بقى؟ ايه اللي ما اقولوش؟ اول حاجه ما تقولش جمله انا بسمعها كتير لما بعمل انترفيو ناس كتير، انا محتاج الشغل ده ضروري. حتى لو ده حقيقي وانت فعلا محتاج الشغل ده وظروفك صعبه وعندك التزامات وارتباطات، لكن لما تقول كلمه زي كده هيبان لك حاجتين: انك انت يائس مش لاقي فرصه غير الفرصه دي، وانك انت مش كفء، مش كفء للوظيفه او مش كفء للعمل، وده في الحالتين مش كويس. تاني حاجه وهي كانت المفروض تكون اول حاجه كمان بس ما حدش قالها في الاول، اصدمك ما تتكلمش وحش عن المدير بتاعك اللي فات ابدا، حتى لو انت لك عليه تحفظات او شركتك اللي فاتت بصفه عامه، لان ده ممكن يدي قدامك انطباع ان انت مش عايز اقول مش اصيل او كذا، او ممكن يقول لك ده هو قلب عليهم او تصورات، واحنا مش عايزين نفتح مجال في اول الانترفيو للتصورات دي، او انت بتتكلم سلبيه عنهم انت برضه هتتكلم عليه بعد كده بسلبيه كشركه او كفرد او كشخص او كمجموعه اشخاص، وده مش مطلوب. تمام؟ حتى لو كان المدير اللي قبل كده عندك معاه تحفظات زي ما قلت لك في الاول، بس ده ما يبانش، المفروض ما تقولش ده. طيب ايه اللي ما اقولوش خالص؟ انا ممكن اشتغل اي حاجه. ما فيش في الدنيا شغلانه اسمها اي حاجه. انا ممكن الاقي نفسي في تشغيل يا فندم مع حضرتك، في التطوير مع حضرتك، في التدريب مع حضرتك، في الاتش ار، في الحسابات او كذا، لو انت شايف نفسك انك انت متعدد المهارات او انت تقدر تسد في الحته دي والحته دي والحته دي، تقول له ممكن اشتغل في ادارات كذا يا فندم او كذا او كذا، او تسيبه لحد ما يطرح عليك الموضوع. ده باين عندنا فيكنسي دلوقتي في التشغيل. طب انت مش شايف نفسك في التشغيل ده، ممكن تشوف نفسك فين؟ في التريننج او في الجوده او في الكول سنتر مثلا، وات ايفر. بس انت ما تقولش اشتغل اي حاجه، دي جمله ما تتقالش. برضه موضوع ان انا ايه السؤال ايه نقاط الضعف اللي عندك؟ انا ما عنديش نقاط ضعف، لا، دي اجابه مش افضل حاجه. ليه؟ لان كل انسان فينا عنده نقاط ضعف، بس احسن ان انا اجاوب اقول ايه انا عندي نقطه ضعف كذا واكون حقيقي فيها فعلا،
ليتس سي ان انت مثلا انت مدخن شرعي، ده نقطه ضعف، بس انا عندي نقطه ضعف كذا، بس بحاول ان شاء الله ان اشتغل عليها بحيث ان اقلل التدخين ده. انا عن نفسي ان انا سموكر، انا مش مدخن، بس دي حاجه بقولها لك يعني. مثلا انا بدخن لكن بحاول ان انا اقلل من التدخين جدا على قد ما اقدر، ونجحت في في ده فعلا. بدل ما كنت بدخن قد كده، لا بدخن، بقيت بدخن كميه قد كده. اوكي، وتبقى حقيقي جدا وانت بتتكلم في موضوع. قد يكون مثلا انت شخص مثلا ايه، مثلا عصبي، والله انا بس كان مشكلتي ان انا عصبي، بس بحاول اتغلب على الموضوع العصبيه دي وطولة البال شويه، وان انا بدرب نفسي زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث دايما اقوله: انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم والصبر بالتصبر. فانت هتقول ان عنده نقطه كذا بس انا شغال عليها. تمام. في 3 حاجات كمان او 4 اقول لك عليهم. انا مش عارف انتوا بتدوروا على ايه بالظبط. لما انت تقول كده ما تقولش الجمله دي كانك انت بالظبط ما قريتش الاعلان او مش مجهز الوظيفه دي، مش عارف انتوا بتدوروا على ايه بالظبط. وعلى فكره ده حصلت معايا على المستوى الواقعي، حصلت معايا. بندور على حد وظيفه كذا، انت ما قريتش اعلان حضرتك، احنا عايزين وظيفه كذا بمواصفات كذا بخبرات كذا وهكذا. تمام. نصيحه عامه بقى، دايما وانت بتتكلم هيتسال سؤال يقول لك ايه الانجاز اللي انت عملته في حياتك العمليه؟ قد يكون انت زودت مبيعات فرع من فروع، قد يكون كان لك تجربه مع حاجه سلبيه جدا وانت نقلتها من الى. دايما خليك سبيسيفيك، مركز وواضح. مثلا فرع في الحته الفلانيه اسمه كذا، الشركه اللي انت اشتغلتها كان مبيعاته قد كده، انا زودت المبيعات بنسبه قد كده، ويكون انجاز حقيقي، ما يكونش فيك، ما يكونش اسف يعني حاجه تصوريه او تخيليه. عايزين نمسك حقائق ممسوكه يا جماعه. الراجل اللي في الانترفيو ده بيدور على حاجه فيك في المتقدم ده، لو لقاها خلاص هو ده اللي هو عايزه، مش عايز اكتر من كده. فعشان تقول حاجه قول حاجه حقيقيه عشان تساعد نفسك وتساعده في الوظيفه دي. طيب ممكن تساله تقول له ايه التحديات اللي بيواجهها الفريق حاليا؟ احسن ما تقول له انتوا عندكم مشاكل او عندكم زي ما قلنا في الاول اشاعات او مش عارف ايه. لا، بتقيسوا يعني ايه التحديات اللي ممكن تواجهنا دلوقتي في الفتره اللي هي الفريق العملي. ممكن تسال تقول انتوا بتقيسوا النجاح ازاي في الوظيفه دي؟ تشوف هما بيشتغلوا على مبدا علمي ساينتفك بيعملوا ابريزل، ولا بيقيسوا النجاح ازاي، ولا معدلات التطور ماشيه عندهم ازاي، او النمو ماشي ازاي بالنسبه للموظفين والشركه. ممكن تسال السؤال اللي كنا بنعرف اللي هو ما تسالوش تبقى مستعجل التقيه، ممكن تسال بداله سؤال تاني: ايه فرصه تطور الشركه دي؟ هل انتوا مخططين حضراتكم انكم تفتحوا فروع جديده او تطلعوا بره مصر مثلا، او تطلعوا في الخليج، او تطلعوا اوروبا مثلا؟ ده سؤال من شأنه يبان انك انت مهتم بالموضوع وانك انت فعلا مركز معانا وشايف نفسك تبقى جزء من المنظومه الناجحه دي. دي بصفه عامه ايه اللي تقوله وايه اللي ما تقولوش. ودي في الاخر مش نصائح شخصيه اكتر ما انها تجارب، واكتر منها حاجه ساينتفك، حاجه علميه يعني، وليها مصادر طبعا. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو بتاع النهارده، ولو عجبك ما تنساش بقى لايك وشير، وشكرا لكم، مع السلامه.